كنت محتاره اعمل ايه على العشاء النهارده لحد ما لقيت الطبق ده موجود في التلاجة وخطرت في بالي فكره حلوه جدا. مبدئيا كده دي كفته ومحشيه جبنه موتزاريلا، فجبت بقى شويه زيت حلوين كده وابتديت ان انا اشوح الكفته دي كويس جدا لحد ما تبقى 3/4 سوا كده. وفي نفس الوقت انا عايزه الكفته تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده لان هيفرق جدا في الطعم. بعد بقى ما رفعتها من على النار وفي نفس الطاسه يا جماعه كنت مقطعه بصلايه حلوه كده ابتديت ان انا اشوح مع كمان شويه فلفل الوان، ولو حبيتوا بقى تضيفوا فلفل حامي فيعني يا سلام، مع فصين توم حلوين كده يا جماعه، وقلبوا كل ده مع بعض وشموا احلى ريحه. وبعد ما خلاص التشويحه اتظبطت قطعت لي طماطميتين كده مع معلقه صلصه وقلبت كل ده مع بعضه، وبعدين نزلت بشويه ميه صغيرين، وانا هنا مش عايزه الميه تبقى كتيره يعني يا دوب اخد صوص بس. نتبل كل ده بقى بملح وفلفل اسود وكزبره وكمان شويه من البابريكا، ولو عندكم مرقه لحمه فهتبقى جامده جدا يا جماعه لو حطيتوا مكعب واحد. وانا هنا طبعا لازم ادوق الكلام ده كله عشان لو حبيت اظبط الملح. ودي الكفته بقى بعد ما استوت يا جماعه، بصوا بوريها لكم من جوه تحفه، انا اللي عاملاها، هكتب لكم كل تفاصيلها تحت الفيديو. المهم